الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله وذو المجيد. الله أكبر والحمد لله على نعمة البقاء وتجدد اللقاء وحضور هذا المشهد من جديد. الله أكبر ما فرح المسلمون جميعهم بهذا اليوم السعيد. الله أكبر ما التقينا هنا بالذكر والصلاة والدعاء وصلة الأرحام. الله أكبر أشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وضحى محتفلا بيوم العيد. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أما بعد، فيا أيها الجمع المبارك من الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصالحات، وجعل أيامنا وأيامكم كلها أفراحا ومسرات. أيها المؤمنون والمؤمنات، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، مبينا مقام عيدكم هذا ويومكم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم العيد. يوم النحر ثم يوم القر، وهو 11 من هذا الشهر اللي هو غدا إن شاء الله. أفضل أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا أيها الإخوة والأخوات فيما يخص شرف الزمان. أما شرف المكان فأنتم شرفه، وأنتم من تصنعون الحدث كل عام بهذا الحضور المكثف وبهذا المشهد الرائع وبهذه الصورة الناطقة بلسان الحال في كل مشهد مثل هذا، قائلة: لا خوف على الإسلام ما دام المسلمون يحرصون على إظهار شعائرهم، ما دام المسلمون يعتزون بدينهم ويعتزون بشعائرهم، رغم ما يعترينا من تقصير وتفريط بسبب ضعف الإيمان وما يصيب القلوب أحيانا من الصدى والغفلة والنسيان، انسجاما مع ما أخبر به طبيب القلوب سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في القلوب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإن مما يجدد الإيمان وينعشه في القلوب أيها المؤمنون والمؤمنات
ما نحن فيه الآن من هذه اللحظات الإيمانية الرائعة بمناسبة هذا اليوم المبارك السعيد، وما سبقه من أيام عظيمة كيوم التروية ويوم عرفة، وما في هذه الأيام ديال العشر من أعمال جليلة متنوعة من صلاة وصيام وصدقة وذكر وغيرها من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة أيها المسلمون لا تزيد الإيمان فحسب، بل تنعش رصيد العبد وترجح كفة حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعمل الصالح إذن هو الزاد الروحي، العمل الصالح هو المحرك الأساسي للقلوب نحو الخير في وقت اشتدت فيه حاجة المسلمين إلى العناية بقلوبهم أيما عناية، فقد أصابها ما أصابها، أصاب قلوبنا ما أصابها جراء هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الذنوب والمعاصي المنتشرة التي تفعل بالقلوب ما لا يتفطن إليه إلا الموفقون، أمثال أولئك الجيل الأول، أمثال أولئك الرعيل الأول الذين كانوا سيهتموا بإيمانهم وصلاح قلوبهم وأرواحهم أكثر من اهتمامهم بأجسادهم وأبدانهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول الله تعالى في سورة الحديد: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. إذا كان الله تعالى قد حذر الصحابة أفضل الأمة وخير القرون وهم أهل عبادة وجهاد وتضحية وتقوى، فكيف بنا ونحن في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن وتزينت فيه الدنيا وتعلق بها كثير من الناس، قد ثبت أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ هذه الآية: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله، كان يقرأ هذه الآية الكريمة يبكي بكاء كثيرا، يبكي بكاء كثيرا. وإذا كان هؤلاء الأخيار يبكون، فماذا سيكون حالنا نحن وقد قست قلوبنا، فصرنا عند الاستماع للقرآن لا نتأثر